إن أبغض الرجال إلى الله، ترى لو يصلي، لو حافظ القرآن اللي بنجيبها الحين هذا، حتى لو كان حافظ القرآن ويصلي ويذبح كل يوم ذبيحة للضيفان ونشهد له في المخوات أنه نعم، لا يهمك. اسمع قول الحبيب: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة. الألد حاد مرتفع النبرة، يتسيد المجالس، ما توصل معه حل، وإذا تمشكلت معه خصم كثير المشاكل والشكاوى وشرطة، ويرفع ويكتب محاضر. اركد يا مسلم، اذكر الله، الله يكفينا شرك. لماذا هذا؟ ولذلك تجد أن بعض الناس يضحك الناس في المجلس، فإذا دخل سكتوا، والله هم من طيبه من رداه، والله لو كان من كان من رداه ولو أخذ أعلى الشهادات